في الحلقة العاشرة من سلسلة أدوية الأورام الهرمونية هنتكلم عن دواء جديد بيغير الموازين، الأبالاتاميد أو إرليادا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصل لكم كل جديد وحصري. طيب، تخيلوا العلاج الهرموني التقليدي لسرطان البروستاتا ما بقاش فعال. إيه الحل وقتها؟ هنا بقى بيظهر دور جيل جديد تماما من العلاجات الهرمونية بحلول مبتكرة. بطل حلقة النهاردة هو الأبالاتاميد، والاسم التجاري المعروف بتاعه هو إرليادا. ببساطة إرليادا بيقفل إشارات الهرمون الذكري جوه الخلية السرطانية نفسها، فبيوقف نموها. يعني هو مخصص للحالات اللي ما بقتش تستجيب للعلاج الهرموني التقليدي. الجرعة اليومية الإجمالية هي 240 مللي جرام. ده معناه 4 أقراص تركيز الواحد 60 مللي جرام بيتاخدوا كلهم مع بعض مرة واحدة. أهم نقطتين مرة واحدة في اليوم، وياريت في نفس الميعاد بالظبط كل يوم. طيب نيجي للنقطة المهمة، إيه هي الآثار الجانبية اللي ممكن تحصل؟ أشهرها هو الإحساس بالإرهاق، ألم في المفاصل، طفح جلدي أو ارتفاع ضغط الدم. وعشان كده متابعة الضغط بانتظام ده شيء أساسي ومهم جدا مع العلاج ده. وهنا في تحذير خطير، أي طفح جلدي شديد أو ضيق تنفس لازم نكلم الدكتور فوراً. إرليادا بيعتبر سلاح جديد وموجه، وبيدي أمل كبير في مواجهة سرطان البروستاتا المتقدم. لو الشرح ده كان مفيد اعملوا لايك وشير عشان المعلومة المهمة دي توصل لأكبر عدد.